أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، متابعي بودكاست رحلة وعي. معاكم مستر فايبس في بودكاست جديد، موضوع مهم وشيق مع ضيفة استثنائية. معانا ومعاكم اليوم كوتش ريهام عامر. لو انت أول مرة تتابعنا فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس، ولو انت بتتابعنا بشكل دوري يساعدنا ان انت تشاركنا في التعليقات عن موضوع حلقتنا النهاردة. كوتش ريهام عامر مدربة يوجا ثيرابي معتمدة من الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع، ممارسة ومعالجة بالعلاج التكميلي والتشافي الذاتي للصحة الجسدية والنفسية. أهلا بيكي كوتش ريهام في حلقتنا اليوم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، في عالم مليان سرعات وتشتت، ناس كتير بتجري ورا الرزق، ورا الفرص، ورا الحب، بس قليلين جدا اللي واقفين في مكانهم وبيتجلى ليهم كل اللي نفسهم فيه. في البودكاست ده مش هنتكلم عن قوانين الجذب بس، هنتكلم عن قانون أعمق، قانون بيغير شكل حياتك بالكامل، قانون الوفرة والاستحقاق. هل اللي انت عايزه فعلا مستعد انك تستقبله؟ هل عندك مساحة جواك تسمح بالنعمة انها تدخل حياتك وتعيش فيك ومعاك؟ استعد، لان الحلقة دي ممكن تكون نقطة تحول في وعيك كله. نبدأ بأول سؤال لكوتش ريهام. عاوزين نفهم مع بعض المفهوم من الجذور. يعني ايه اصلا وفرة؟ هل هي المال بس ولا ليها صور تانية؟ وايه هو الفرق بين الوفرة الحقيقية والوفرة الزائفة اللي بتخدعنا يعني؟ يا مساء الخيرات والسعادة والبركة على كل الناس وكل المتابعين مستر فايبس. يا رب الكل تكون أموره بخير. خلينا ندخل النهاردة في السؤال الأولاني وإجابته. فهم مفهوم يعني إيه أصلا وفرة، وهي ليها علاقة بالمال ولا إيه هي الصور التانية، وإيه الفرق بين الوفرة الحقيقية والزائفة. أولا، المال هو طاقة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا وذكرها في القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهي هدية لينا هنا من ربنا. المال هو طاقة، هو انرجي ربنا سبحانه وتعالى مسخرها لنا علشان نستمتع بيها، ونبدأ انه احنا نخرج من خلالها كمان دعم لنفسنا ولحياتنا وللآخرين. تمام. الوفرة يعني ان الانسان يبقى دايما شايف ان في حياته في يسر، في سهولة، في وفرة. يعني مش شرط يكون غني وثري ماديا، لكن كل شيء بيتوفر له بسهولة ويسر وقت ما يحب ووقت ما يطلب. فالإنسان ده عنده إشارة قوية إن هو في حياته بركة ووفرة من رب العالمين. الوفرة الزائفة اللي الواحد بيضحك بيها على نفسه ممكن تكون إن هو طول الوقت مثلا شايف إنه وضعه كده كويس، مش محتاج يطور من نفسه، مش محتاج يستخدم أدوات أكتر، مش محتاج يتعلم حاجات أكتر وأزيد. فبالتالي هو كده في وفرة زائفة وبيضحك على نفسه، لأن احنا محتاجين إن احنا نتطور ونطور من أدواتنا ونطور من طريقة تفكيرنا ونطور من الحياة بتاعتنا عموما والأدوات بتاعتنا علشان نستقبل أكتر وأكتر طاقة مال وطاقة وفرة في حياتنا. طيب، عظيم. ندخل على السؤال التاني في حلقتنا، وهو يعني ايه استحقاق؟ هل هو شعور داخلي ولا شيء بيتكون مع الوقت؟ وهل هو شيء فطري ولا بنكتسبه من التربية ومن المجتمع اللي حوالينا؟ هل الاستحقاق هو شعور داخلي ولا شيء بيتكون وبيكتسب مع الوقت؟ هو طبعا الاستحقاق هو أساسا شعور فطري من أول ما الإنسان بيتولد. يعني إحنا لو بصينا للطفل وهو صغير، ولد أو بنت، دايما هنلاقي عندهم استحقاق، دايما بيطلبوا طلباتهم بسهولة ويسر، بيعبر عن مشاعره، ما عندوش مشكلة خالص إن هو يعيط وقت ما يعيط أو يضحك وقت ما يضحك، يطلب اللي هو عايزه، ما عندوش بروجرامز أصلا، ما عندوش أي برامج جواه أو مخاوف أو حتى تفكير إنه هل الطلب ده هيتحقق أو لا.
لكن لما بنكبر نظرا للبيئة، للمجتمع، للأسرة، للمدارس، لطريقة التربية، للبلد اللي احنا نشأنا فيها، بيتكون عندنا شوية برامج جوانا ومعتقدات وأفكار ونظرة خاطئة عن نفسنا. تمام، دي اللي بتخلي الاستحقاق الفطري اللي احنا اتولدنا بيه يبدأ ان هو ما يبقاش متأكتف او متفعل زي الاول. فالاستحقاق هو انه انا ارجع للفطرة بتاعتي وارجع استشعر انه كل شيء هنا والآن متواجد وبزيادة وبوفرة وبغنى من الله الغني الوهاب، وانا في كامل يعني العزة من ربنا، في كامل العزة من ربنا، وإنه كل طلباتي هتكون مجابة بسهولة ويسر جدا. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ربنا ما قالش يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ربنا ما قالش سبحانه وتعالى إنه إحنا محتاجين لشقاء وعناء في الحياة. محتاجين نبذل مجهود، محتاجين نطور من نفسنا، محتاجين نكتسب مهارات جديدة، محتاجين نسعى ويبقى عندنا سعي مش تواكل على الله ولكن حق التوكل. وفي نفس الوقت تبقى قلوبنا مطمئنة، الاستحقاق إن قلبي مطمن إنه الله واسع وغني وكل شيء متوفر وموجود هنا والآن، وإنه أنا مش محتاج أكمل أي نواقص جوايا من بره. يعني مش محتاج شيء من بره يجي يكملني، لا، أنا دلوقتي هنا والآن في روقان، في رضا، في سعادة، في نفس مطمئنة وحاسس بالطمأنينة وحاسس بوفرة ربنا حواليا وقادر أستشعر ده. هو ده الاستحقاق الحقيقي الداخلي الفطري اللي بيتولد معانا. جراح الطفولة، وما أدراك بجراح الطفولة، تأثيرها علينا. يعني ازاي التربية ممكن تكون جوه الواحد شعور بعدم الاستحقاق؟ وهل لو حد اتربى على انه مش كفاية، هل يقدر يغير ده وهو كبير بعد ما يكون اتطبع على الإحساس والشعور ده؟ طبعا جراح الطفولة ليها أثر، لكن الأثر ده الإنسان يقدر إن هو بقدرة من عنده شوية شوية يتغلب عليه ويتطور ويستوعب ليه أصلا الجراح دي جت، وهي جت تعلمه إيه وتوصله إنه يعرف نفسه أكتر، يعرف عن ربنا سبحانه وتعالى أكتر، يعرف عن الكون المتسخر له أكتر وأكتر. طيب هل دايما لازم نرجع لطفولتنا علشان نفهم مشاعرنا تجاه الفلوس، تجاه الحب، تجاه النجاح؟ أكيد لا، مش لازم طول الوقت نرجع لطفولتنا، بس ناخد كده نظرة سريعة ونستوعب إيه بالظبط المواقف والأحداث اللي اتعلمت فينا، ونبدأ إن احنا نحررها من جوانا شوية شوية ونرجع تاني للفطرة بتاعتنا، ونحرر كل البروجرامز وكل الأفكار اللي جوانا والحجب والحواجز عن طاقة المال واستقبال طاقة المال، وإنه إحنا ناس نستحق نعيش في طاقة وفرة وثراء. وطبعا ربنا مدينا طرق سهلة جدا جدا زي الاستغفار دايما، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الله ذكرها في كتابه الكريم. وكمان الصدقات باستمرار والتبرعات باستمرار بتخلي الإنسان يعني سبحان الله دايما في استحقاق عالي إنه يتطور وإنه يستقبل مال أكتر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. طيب هننتقل للشق الثاني من حلقتنا اليوم، وهو كلامنا عن الوفرة والمال. بعد ما اتكلمنا عن الاستحقاق، ليه الناس دايما بتخاف يا كوتش ريهام من المال، من الفلوس؟ بتحس بالذنب لما يجي لها مثلا دخل كبير او يدخل لها مثلا فلوس؟ ليه بنحس بالخوف؟ ليه بنقول مثلا دي فلوس دخلت لي يبقى يا لطيف ربنا يستر وما يجيش حاجة مثلا وحشة فأصرف الفلوس الزيادة اللي دخلت لي دي فيها؟ فليه دايما في الخوف ده؟ ليه متخوفين دايما؟
هل الناس بتخاف من المال؟ وليه الناس بتخاف من المال؟ ده أكيد يعني 3/4 الناس أصلا إلا من رحم ربي بيبقى عندهم مخاوف تجاه طاقة المال، مشاعر معينة تجاه طاقة المال، وهي مش شيء حقيقي أبدا. ففي ناس بتستشعر إنه وتحط معتقدات وأفكار مغلوطة، زي مد لحافك على قد رجليك. يا عم انت ليه تحلم بالحلم ده؟ مين قالك إن انت تقدر توصل له؟ الناس دايما إلا من رحم ربي طبعا بيحبوا يشدوا بعض على تحت، لكن كل ده عكس الحقيقة. الحقيقة إنه الكون ربنا سخره لينا بالوفرة وبالغنى وبالثراء وبالاتساع. طيب هل ممكن يكون في ناس داخليا رافضة فكرة الثراء رغم إنها بتسعى ليه ظاهريا؟ يعني هل البرمجة العقلية حوالين المال بتتحكم في حدود الدخل اللي بيدخل لنا من واردات مالية؟ إزاي نقدر نعيد برمجة العقل أو الشعور ده؟ لو احنا بصينا في الشارع هنلاقي كم حد حوالينا معاه عربيات فخمة، سواء في أي بلد، في السعودية، في مصر، في الإمارات، في أوروبا، في أي بلد. أنا بروح أول ما أخد كده بصة هلاقي ملايين البشر، هلاقي ناس كتيرة جدا بتخرج في أماكن كتيرة جدا ومستمتعة، هلاقي طاقة الوفرة والثراء حواليا دايما، هلاقي دايما عربيات، دايما شركات، مصانع. فده معناه إنه أفكارنا إحنا ومعتقداتنا هي اللي مغلوطة. مثلا زي معتقد إنه المال دايما بيجي للناس اللي هي بتكون بتشتغل في تجارة المخدرات أو تجارة الآثار. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي. وطاقة المال لو احنا دايما بنوجه لها مشاعر من الرفض، المقاومة، الخوف، انه انا لا ما استحقش، لا اصل المال ده نجاسة الدنيا، ايا كان شيء من المعتقدات وطريقة التفكير دي، اكيد الطاقة دي كمان مش هتتوفر في حياتي بسهولة. لانه لو أنا مثلا عندي واحدة صديقتي أنا طول الوقت بهاجمها أو طول الوقت بقول لها أنتي غير محبوبة، أنتي مش مقبولة، أنا مش بحبك، أنتي دايما معرفش إيه، وبحط عليها انتقادات وأحكام كتير وطريقة تفكيري فيها بشكل مغلوط ومشاعري ليها مش أفضل حاجة، أكيد هي كمان بالتبعية هتكون مش حابة إن هي تتواجد في حياتي، تتواجد في محيطي. مش هتبادلني إلا نفس المشاعر والأفكار اللي أنا بطلعها لها. فنفس القصة لما أنا طول الوقت يبقى عندي أحكام تجاه طاقة المال، أفكار مغلوطة، مشاعر مش أفضل حاجة. زي مثلا ممكن ناس تقعد تقول لا لا المال ده أصله شيء مش مهم خالص في حياتي. طب كمان المال هيرد على الشخص ده ويقول له أنت كمان بالنسبة لي شخص مش مهم، and I'm not interested إنه أنا أجيلك وأظهر في حياتك. فهي نسبة وتناسب. كل ما هننظف مشاعرنا وأفكارنا تجاه طاقة المال اللي ربي وهبها لنا في الحياة حتى تكون عامل من العوامل الداعمة والمساعدة لينا والمعينة لينا في الحياة، هو مش هدف، هو وسيلة مريحة في الحياة بتجيب لي كل طلباتي بسهولة ويسر، وفي نفس الوقت كمان بتخلي العلاقات اللي حواليا good quality، بتخلي عندي القدرة انه انا اساعد الناس اكتر واكتر، لان ربنا سبحانه وتعالى قال المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. فلما انا يكون عندي وفرة مالية، وشفنا امثلة كتير جدا جدا زي محمد صلاح مثلا لما بقى عنده وفرة مالية قادر ان هو يساعد البلد بتاعته كلها ويساعد كل اهله، وفي نفس الوقت هو مستمتع بحياته. وفي ناس بتفتكر انه الروحانية او القرب من ربنا ملوش علاقة بالارض او استقبالنا في الارض. لا طبعا هما الاتنين واحد. ان انا اكون متصل باسم الله الغني هو ده الحقيقي، وهو ده الاتصال الحقيقي، واكون مفعله في حياتي. واسم الله الواسع الوهاب الباسط الرزاق. حتى في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا فيما معنى الحديث أنه لو كان الفقر رجل لقتله، ودايما كان في استعاذة نعوذ بك من الفقر والاحتياج والهم والحزن. فالله سبحانه وتعالى يحب للإنسان الثراء،
يحب للإنسان الخير. يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر. إرادة الخالق إنه الله سبحانه وتعالى قال لنا يعدكم فضل ووسعة ومغفرة وبركة وخيرات وأموال وأرزاق. دي الإرادة الإلهية بالخلق اللي هو وجدهم عشان يستمتعوا بالنعم ويشكروا رب العالمين عليها. في رحلة سعي دايما وأبدا إن إحنا نرجع للفطرة الإلهية ولمراد رب العالمين أو الله أو الخالق فينا، وإن إحنا نكون عندنا القدرة على الاستمتاع بالحياة والاستمتاع في كل لحظة هنا والآن. وأركز ازاي اعيد البرمجة باني اركز دايما في عقلي الواعي والناطق وعقلي اللاواعي، انه دايما يبقى عندي شكر لرب العالمين، دايما عندي ذكر، عندي شكر، عندي اتساع وسعة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق الله العظيم. فدايما يبقى عندي اتساع، عندي لا محدودية، عندي دعاء. الدعاء بيغير القدر، إن أنا أكون عندي وعي السؤال والدعاء والطلب، ودايما دايما في حالة امتنان وجريتفل وشكر على كل الخير وكل البركة اللي بتكون في يومي. كل يوم أعمل تدريب وتريننج على الامتنان، لأنه هو أكتر حاجة مربوطة بطاقة الوفرة والثراء. لأنه في آية كريمة في الفكرة دي: لئن شكرتم لأزيدنكم. فدايما زيادة النعم وتوسعها في حياتي هو مرتبط بأنه أنا يكون فعلا قلبي حاضر وممتن وشاكر على نعم ربنا كل يوم. فدي وصفة سهلة وبسيطة جدا للي حابب أنه هو يغير حياته. نظف معتقداتك، مشاعرك تجاه الأرزاق والنعم والفرص والوفرة والثراء، ونبدأ أنه إحنا بأبسط شيء نشكر ربنا على كل النعم اللي بتحوطنا كل يوم. فهنبدأ نلاقي زيادة واتساع جاي لنا دايركت. وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا. وشكرا، وأنا ممتنة لله، ممتنة جدا جدا للسلسلة البسيطة من الحلقات اللي بنعملها، اللي فعلا يا رب تكون في ميزان حسناتنا جميعا وبتنفع الخلق. آمين. لو وصلت لآخر الحلقة معانا فده معناه إن روحك كانت محتاجة الكلام ده. إحنا مش بنطلب الوفرة، إحنا بنسمح ليها إنها تدخل حياتنا. ومش كل اللي بيتمنى يستحق، ومش كل اللي استحق طلع عينه علشان يشوف النعيم. النعيم المقيم بدايته أما تفتح قلبك وتشرح صدرك لاستقبال النور، وبدايته في صلتك برب العالمين. كل اللي اتصل بمصدر نوره الإلهي واتصل بروحه ونفسه بصدق، الدنيا بتجيله لحد عنده. يقال في الحديث القدسي عن أبلغ من بلغ: فإن أنت رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمت لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذمومة. المفاتيح الثلاثة من حديثنا الشيق مع كوتش ريهام: الرضا والقبول والصدق واتصالنا بمصدر النور الله دائما. إعادة البرمجة وتهيئة النفس لاستقبال الوفرة والبركة، المبادرة والتطوير، وإن أشتغل على نفسي وما خافش إن أنا أحب الزيادة دايما، طالما قوة النية فيها زيادتي وزيادة اللي حواليا، إن كانت زيادة مال أو زيادة علم، يعني مش زيادة بالجور أو بالظلم. ما تخليش الحلقة دي تقف عندك، شاركها مع حد، ودعمك الكامل بالشير واللايك يمكن تكون سبب في تغيير وعي إنسان وتغيير حياته. وما تنساش انت تستحق أكتر مما تتخيل، بس لازم تصدق ده عن ظهر قلب. كان معاكم اليوم مستر فايبس في رحلة وعي، واستمتعنا بالحديث معاكم. قول لنا رأيك في التعليقات، وشارك الحلقة، وقول لنا عاوزنا نتكلم في البودكاست اللي جاي عن ايه. سلام الله عليكم.